أنا جاي أتكلم معاكم عن حملة المفروض نعملها اسمها أرجوك سيبنا قاطع، نقف بيها ضد جشع التجار اللي بيطلعوا لنا في وسط المقاطعة، عايزين يبوظوا أي حاجة، هم المهم ياخدوا مصلحتهم، لأن في الآونة الأخيرة بعد الأحداث اللي حصلت وكلنا انتفضنا وبقى في مقاطعة سليمة 100%، وأغلب الناس بقى يحطوا قوائم المنتجات الأجنبية اللي بتدعم إخواتنا البعدة ويقولوا هي دي المنتجات بتاعة المقاطعة ويرفعوها على صفحاتهم وعلى الجروبات، وفي ناس تانية بقت تحط القوائم بتاعة المنتجات المصرية البديلة. والمصريين اهو هوية وعزم وهمة وبقينا فرحانين جدا ان احنا ماشيين في المقاطعة في السليم، وهوب دبل كيك نفوق منه على جون جاي بالفهلوة، الفهلوة المصرية الجميلة، وازاي التاجر المصري ما يشغلش دماغه علينا ويستغل الموقف احسن استغلال، ده يبقى حتى عيب عليه ازاي يعدي قدامه كتاجر كده الموقف من غير ما يطلع له حبة سبابيب ولا ينهب له حبة نهباية، ده حتى ما يصحش. لا احنا نسحب طبعا المنتجات المصرية وندخلها في المخازن ونخلي الناس تدور عليها وما يلاقوهاش، نعطش السوق يعني، وبعدين نفعل وضع الفتاكة ونرفع الأسعار. أيوة بقى، وهي دي الدماغ الصاحية بتاعت التجار اللي هي لا رحمة ولا هوادة، هي دي الدماغ الجميلة اللي اتعودنا عليها. خلاص خلصت وتيرة الحماسة والقضية وغلبنا المصالح الشخصية، ونرجع نعمل بقى مصلحة على الرايق كده. بس يؤسفني يا عزيزي اللي بتعمل كده انك تعرف انك تاجر حرب. عارفين تجار الحرب اللي بيستغلوا المواقف والازمات، اللي بيبيعوا السلع الشحة او اللي مش موجودة باسعار خيالية، فيروح عامل له حبة مليارات من الهوا وفي وقت قليل، ومش مهم عنده بيبيعها لمين ولا بيبيع ايه. زيكم زي اللي بيخطف المخطوفين من داعش وبيرجعهم لاهاليهم مرتزقة، بيعملوا ده علشان الفلوس، ما همش اهل خير، ولو دورت عليهم ممكن ترجع تلاقيهم اصلا هم دواحش. ويجي واحد يقول لي انت كبرت الموضوع قوي يا عم احمد، اقول له لا، انا ما كبرتش حاجه، انت اللي مكبر دماغك، هي طبق الاصل من نفس القضيه، بس انت لو ركزت شويه. وعلى فكره عقابها عند ربنا عظيم، هتعمل ايه يوم ما تقف قدامه ويسالك انت كتاجر والناس كانوا في كرب عملت ايه؟ هتقف ساعتها تقول له ايه؟ زي تجار السكر اللي استغلوا الازمه ورفعوا الاسعار وعملوا ان هم من بنها. خلي بالك ان الازمه هتعدي، لكن مواقفك انت وافعالك هي اللي هتفضل باقيه معاك ليوم الحساب يا حلو. ونرجع للمقاطعه، يعني ينفع عشان اروح اجيب المنتج المصري زي سبيروس باتس مثلا ولا شوكولاته كورونا اجيبها كل يوم بسعر وكل مكان بسعر وحسب اهواء اللي بيبيع لي؟ وليه لوم هنا على اصحاب الشركات؟ يعني انتوا دلوقتي قاعدين زيتين في الزيطه بتتفرجوا على اللي بيعملوه التجار، وظبطتوا خطوط الانتاج بتاعتكم وظبطتوا شويه في المنتج كجوده وابتديتوا تعملوا تسويق. هل في يوم من الايام لو جيتوا عملتوا دعايه مهما عملتوها هتوازي الدعايه اللي احنا عملناها لكم؟ اكيد لا، بس مع الاسف ساعتها ممكن تلاقونا واقفين ضدكم لانكم هتبقوا خذلتونا. يعني مش ممكن الاقي ان ازازه زي سبيروس باتس اللي هي اساسا بتتباع ب 8 جنيه لو لقيتها تلاقيها ب 12 و13 و15، في حين اللي احنا اللي عاملين عليه مقاطعه منزل عرض للتر بتاعه بنفس الثمن ده. انت كده بتضغط علينا، انت ليه بتحطنا في المزنق اللي مش عارفين نعمل ايه؟ ما هو انت سايب التجار بيغلوا ليه؟ ولا كورونا اللي بقول لك اروح اشتريها كانت ب 10 جنيه وفرحانين بيها، ابص الاقيها ب 13 جنيه، اسال التاجر ليه يقول لي اصل الموزع قال لي عشان السكر غلي. طب ما دي انتاج بتاعها من شهرين، يعني قبل ما زياده السكر تحصل. سين انت كشركه كورونا، هو انت بتشتري بال 3 5 كيلو في اليوم؟ انت بتبقى مشتري محاصيل قبلها بسنين، يعني اساسا شاري السكر ايام ما كان السكر ب 12 ولا ب 20 جنيه. ارجوك سيبني قاطع، ارجوك ساعدني ان اقدر افضل مقاطع. وبالمنظر ده الناس مش هتقدر تقاوم كتير، وانا مش جاي اغازلك بالقضيه، انا جاي اكلمك بالمنطق بتاعك، المنطق التجاري البحت، واقول لكم ان قدامكم فرصه عظيمه وممكن تركبوا السوق وتنسوا الناس المنتج الاجنبي خالص. وعشان كده جاي اقول لكم ركزوا واعملوا شغلكم بقى، ارجوكم سيبونا نقاطع. وعلشان كده انا عايز من كل متابعيني يفعلوا معايا الحمله وفعلوا هاشتاج ارجوك سيبنا قاطع، علشان لما تقابلك بعد كده اي منتج تلاقيه غالي حطه تحت الهاشتاج ونفعله، ونبقى فعلا واقفين نهدد بيه بقى التجار الجشعين، نبقى موريينهم ان زي ما قاطعنا لما تقاطع ممكن نقاطع اللي قاطعنا علشانه، بس انتوا اللي ناسيين. لكن تجار الحرب اقول لكم ايه، ما يهمهمش غير حبه الملايين حتى لو هيعصروا جيوب المواطنين. ربنا يصلح حالي وحالكم ويعدي الايام دي علينا على خير، وارجوكم ما تنسوش هاشتاج ارجوك سيبنا قاطع. ربنا يصلح حالي وحالكم وتبقى الايام احلى باذن الله. السلام عليكم. مسؤول.